أهلا فيكم بقناتي ملح وسكر. اليوم رح نعمل مع بعض دونر كباب، هالوصفة الترند اللي كسرت الدنيا على السوشيال ميديا والكل عم يحاول يعملها ويجربها. بس السؤال اللي عن جد بيخطر ببالي، هل الوصفة تستاهل التجربة ولا هي ضجة وبتروح؟ خلوكن معي للنهاية لتعرفوا إجابتي. وهلأ قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الأكل مش بس وصفة، الأكل تجربة كاملة. وهلأ رح نحتاج لتحضير الوصفة. عنا هون كيلو لحم مفروم ناعم، بدنا نضيف كمان بصلة حجم كبير مع 3 حبات توم ورح نفرمهم على الناعم ونضيفهم على اللحمة. كمان بدنا نضيف معلقة ونص صغيرة ملح مع معلقة ونص صغيرة بابريكا أو شطة حتى، ومعلقة ونصف سبع بهارات أو خلطة بهارات مشكلة، وكمان في عنا 3 معالق كبار لبن زبادي. بدنا نخلط كل هدول مع بعض ونعجن اللحمة كتير كويس. فينا نستعمل الفود بروسيسور إذا ما بدنا نعجن على إيدنا. وهيك اللحمة صارت معنا جاهزة. هلأ رح ناخد جزء من اللحمة ونحطها على ورقة زبدة ونمدها بالشوبك مثل ما هلأ رح تشوفوا بالفيديو. طبعا رح نحاول تكون رقيقة وعلى نفس السماكة. وهيك بعد ما مدينا اللحمة على كامل ورقة الزبدة رح نلفها على شكل رول أو مستطيل بهذا الشكل ونحطها على صينية الخبز. بعدين رح ندخل الصينية على فرن محمى 200 مئوية لحتى تستوي معنا اللحمة. رح تاخد تقريبا 30 ل 35 دقيقة. وهلأ لحتى نحضر البيواز يلزمنا بصلة كبيرة مقطعة على جوانح، رح نضيف كمان بقدونس مفروم، بدنا نضيف نص معلقة صغيرة سماق، نص معلقة صغيرة ملح، وأخيرا زيت زيتون. وبنخلط كل هدول مع بعض وهيك البيواز صار معنا جاهز. وهلأ لتحضير صوص تراتور رح يلزمنا ربع كوب طحينة أو راشي، بدنا نضيف كمان ربع كوب لبن زبادي، رشة فلفل أسود، شوية ملح، وأخيرا مي عادي رح نضيفه تدريجيا لحتى نحصل على الكثافة المطلوبة. هلأ طلعنا صينية الدونر من الفرن، رح نفك رولات اللحمة ونقطع اللحمة مثل ما هلأ رح تشوفوا بالفيديو وهي سخنة. لحتى نحضر ساندويش الدونر في عنا هون خبز تورتية، انتم فيكم تستعملوا اي نوع خبز بتفضلوا. حطينا البيواز، حطينا البندورة المشوية، البصل المشوي،
اللحمة المشوية، كمان أضفت بطاطا مقلية، وأخيرا صوص التراتور. رح نلف السندويشات ونشويهم على المقلاية. وهلأ رح ندهن الساندويش بشوية زيت ومحمرة لحتى نحصل على لون ذهبي وقوام كريسبي. وهلأ رح نرفع الساندويش عن النار، رح دوقها طبعا لحتى أعطيكم رأيي. للصراحة أنا حبيت الوصفة وطعمها كتير طيب، بس بحس إنه أخدت ضجة أكبر من حجمها، وبشوف كمان إنه شاورما اللحمة السورية أطيب بكتير. جربوها أنتو كمان وأعطوني رأيكم لأنه كتير بيهمني. شكرا من القلب لمتابعتكم، بشوفكم بوصفة جديدة. باي باي.